من زمن فات، الشعوب اللي بتبقى عايشة بالقرب من بركان كانت علشان تطمن وتصدق إن البركان هيهدى وإنهم ينجوا من غضبه، كانت الطقوس بتقديم قربان، وهو القذف بشخص حظه العاسر أوقعه لتكون نهايته في أحضان الحمم. المصريين زمان لما يشعروا بغضب النيل ويكون منسوب المياه في النازل، كان للنيل في كل عام عروسة يتم زفافها إليه. في أغلب الظن كان الغضب بيهدأ بعد تقديم القربان، وهو فعلا ظن، لأن البشر مع مرور السنين قدروا يفهموا ويعرفوا مواسم وشهور الجفاف، وأصبح أخذ الحيطة والتدبير للأيام دي هي ركيزة أساسية لنشأة وإقامة الحضارات. ومع توالي أجيال البشر اتقلبت الصورة من خوف واحترام لقوة الطبيعة لتعامل بشيء من التهور في استغلال خيرها والإسراف في إنهاك قواها. وتلف دايرة الحياة ونلاقي إن الطبيعة كشرت عن أنيابها، ونشوف ألوان مختلفة من غضب الطبيعة، من أعاصير وفيضانات لأيام جفاف وحرائق في أماكن مختلفة كتير. غضب عنيف، والمشكلة إن مفيش قربان نقدمه نصالح به الطبيعة. لو كان الحيط سامع هم الموجوع، لو كان الخيط بالساهل لو مقطوع. حال الأرض بعطائها الوافر لما تلاقي رعاية واهتمام هو حالنا إحنا كبشر في علاقاتنا مع بعض، لما تكون العلاقة غنية بالعطاء والإيثار وبذل الجهد. علاقة الناس وتعاملاتهم مع بعض شبه تعاملات البشر مع الأرض والطبيعة. البشر مخلوقين من طين الأرض وبيتصفوا بصفاتها، وبتختلف ألوانهم باختلاف ألوان تربتها، وبسبب أفعالنا بتتحول الأرض الخضراء الطيبة لأرض بور، صحراء قاسية مجفة. كذلك المشاعر بسبب الأنانية والإهمال والبخل في التعامل مع بعضنا البعض بنلاقي إنه بيحصل تجريف للمشاعر، بالظبط شبه تجريف الأرض، فبتكون النتيجة تبلد في الإحساس ولا مبالاة. لسه الطريق مرصوف فين طيب العلة، الفكرة فيك ولا سلوى